فكرة غلط من ضمن الأفكار الغلط كده اللي الناس واخداها عن المحامين، إن المحامي لازم يبقى عارف في كل حاجة، لازم تسألني أي سؤال في أي مجال أجاوبك عليه. ليه يا بابا؟ ليه؟ أنا بني آدم عادي ومفيش أي بني آدم عادي في الدنيا بيفتي في كل حاجة. اللي عامل فيها أبو العريف وبيعرف في كل حاجة ده أعرف إنه ما بيفهمش حاجة. أنا موكل عندي سألني في دعوة مدني وأنا ما بشتغلش مدني ومعلوماتي بيه مش قد كده. كأني أجرمت إن أنا قلت له إن أنا ما عنديش معلومة عن الموضوع، روح لأستاذ مدني شاطر، مش أي حد برضه يشتغل مدني، المدني صعب. كأني أجرمت. يعني محامي زميلي موكله بيتصل بيه واحنا في المحكمة، بيقول له أنا في الأحوال المدنية وكتبت استمارات البطاقة بالقلم الأحمر، كده غلط؟ حبيبي ما أنت واقف قدام الموظف ما تسأله. يعني اسأل الموظف ده غلط ولا لا؟ أنت مسايب الموظف وبتتصل بالمحامي تسأله؟ يعني هو المحامي قال لك لا مش غلط، هي ما انتش طالب في ابتدائي ولا اعدادي وكتبت بقلم الاحمر فهيزعقوا لك عشان المدرس بيصحح بالقلم الاحمر. موظف الاحوال المدنيه مش هيصحح لك، بس ممكن يقول لك لا الكتابه مش واضحه، عنده منشور ان ما ينفعش كتابه بالاحمر. سيدنا موسى الناس كلها عارفه قصه سيدنا موسى، كان نبي وبينزل عليه الوحي، فلما اتسال مين اعلم حد في الارض قال انا، باعتبار ان الوحي بينزل له بكل حاجه. ربنا بعت له سيدنا الخضر يصطحبه معاه في رحله عشان يعرف ان في حاجات هو ما يعرفهاش. من اول بقى قصه المساكين اللي كان عندهم سفينه. تخيلوا احنا بؤساء لدرجه ايه يعني. زمان اللي كان بيمتلك سفينه كان من المساكين، تخيلوا بقى احنا ما عندناش حتى توك توك.